دنيا بطمة الفنانة المغربية تجاهلت تهديدات طليقها المنتج البحريني محمد الترك لها بشكل مبطن، واستمرت بإحياء الحفلات وتلبية جميع المناسبات. وفي أحدث إطلالاتها ارتدت دنيا بطمة لاجن أسود مع توب بنفس اللون يكشف بطنها، وغطت الفنانة المغربية المكشوف بجاكيت أسود منفوخ. ولجأت دنيا بطمة إلى الحمام لتلتقط صوراً وفيديوهات نشرتها عبر خاصية القصص المصورة في إنستغرام. وقد ظهرت دنيا بطمة وقد خلعت الجاكيت وكشفت بطنها مرة أخرى، واتخذت وضعيات معينة في التصوير لإبراز مفاتنها. لو كنت يوم وفات كنت أبقى يوم تلات، مش عايزة أكون كلام، أنا عايزة أكون سكات. وفي فيديوهات أخرى كانت بطمة ترقص في السيارة مع خبيرة التجميل الخاصة بها، والذي سبق أن ذكرت صحيفة مغربية أنه رافقتها في آخر عملية تجميل أجرتها. ومن ناحية أخرى كان محمد الترك قد أثار الجدل بتدوينة رجح الناشطون أنها موجهة لطليقته الفنانة دنيا بطمة. وكتب محمد الترك عبر سناب شات: عندي أفكار لو أطبقها إبليس يصفق لي، بس مفاضي لكم. وقد تابع المنتج البحراني: المهم نفسي ثم نفسي، وتصفي كل شيء من بعد نفسي. وقد أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة شكوكا حول ارتباطها بعد نشرها فيديوهات تستعرض خلالها هدايا رومانسية وصلتها.